النهارده جايب لكم شرح فيديو جديد. هقول لك ازاي دلوقتي تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. هتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، كل اللي عليك هتجيب المقال اللي انت عايزه. تمام. هجيب لك انا موقع عليه 10,000 موقع، 10,000 تمبلت او 10,000 قوالب جاهزة. هتستخدم القوالب دي، عارف الفيديو او شوف انت الفيديو اللي انت عايزه، هتستخدم القوالب الجاهزة او الصور الجاهزة انك تعدل عليها. تمام. الصور دي هتستخدمها بالذكاء الاصطناعي. ما عليك هتجيب المقال او تجيب فكرة الفيديو اللي انت عايزها. تمام. وتبدأ تعمل عليه. طب هتجيبه ازاي؟ هوريك دلوقتي انك تجيب شات جي بي تي. تمام. وتجيب الموقع اللي انت عايزه. تمام. انا هوريك كل حاجة في الفيديو. تمام. هوريك شات جي بي تي، ولو ما عرفتش تعمل حساب على شات جي بي تي هوريك ازاي تعمل حساب على شات جي بي تي. وهجيب لك موقع انفيديو. موقع الفيديو ده متخصص في القوالب الجاهز زي كانفا. تمام. بس ده احسن من كانفا، وموجود منه النسخة اللي بالذكاء الاصطناعي. تمام. ركز معايا في الفيديو. هنتقل دلوقتي للتليفون. ركز وشوف تمام. زي ما قلت لكم دلوقتي احنا هنستخدم شات جي بي تي. ده ممكن تنزله من على اي موقع او من على المتجر بلاي، او تنزله من على الابل ستور. تمام. ده يقدر ينشئ لك صورة. تمام. لخص نص، احصل على النصائح. تمام. لو ضغطت على المزيد بقى تحليل بيانات، تعليمات برمجية، ساعد في الكتابة، تحليل الصورة. تمام. ضع خطة، ده كله تقدر. طب احنا عايزينه يكتب لنا فكرة فيديو. تمام. يقول لك ايه المقدمة. بدأ دلوقتي يكتب لك فكرة الفيديو اللي انت عايزه. يقول لك ايه المحتوى نازل مدرسة مهمة، فوائد لا تعرفها. تمام. هتحط العنوان ده، وهو كتب لك مقدمة ومؤثرات بصرية اهو، رسوم كرتونات توضيحية لقطة. تمام. ده ممكن تاخده نسخ كده. وهنروح لموقع الفيديو. موقع الفيديو اول ما تكتب موقع الفيديو هيجي لك بالشكل ده. احنا دلوقتي انا هوريك عشان لما تفتح موقع الفيديو على طول. تمام. هيجي لك بالشكل ده. تمام. بالشكل اللي انت شايفه ده بعد ما تسجل. طبعا انت مش عايز الشكل ده، ده شكل التليفون ومش هيفيدك بحاجه. هتضغط اهوت على الثلاث نقط، شيء جميل، وتجيبها موقع مصمم للكمبيوتر. بعد ما تجيب ده عندك مثلا ايه القوالب الجاهزة. زي ما انا قلت لك في ازيد من 3000 قالب. تمام. المحرر اللي هو انشاء فيديو احترافي ووسائل الاعلام المالية. تمام. اللي يهمنا تحويل النص الى فيديو بالذكاء الاصطناعي. تضغط عليها. تمام. القوالب هيجيب لك القوالب. عندك هنا قوالب كتير. مثلا انت دلوقتي بتتكلم عن فيديو، هنا هتلاقي شرح ملف تعريف للشركة التجارية. لازم تختار فيديو مناسب. عرض شرح نصيحة تحفيزية للنجاح. مثلا ممكن تاخد ده. انا بقولك مثلا يعني انت ممكن تعمله، يا اما تعمله لليوتيوب، يا تعمله واحد في واحد، يا اما تعمله مثلا ده للانستجرام، لاي موقع تاني سواء بالطول او بالعرض. تمام. تضغط هنا كده زي ما انت حابب، هيبدأ يحولك للصفحة. انا بوريك بسرعة، انما انت اكتشف الموقع. يقولك ايه حط النص، لصق بتاع اللي هو جايبه. تمام. مؤثرات بصرية، تشوف تسيب كل حاجة. انشئ. تمام. كده بقى هو هياخد وقته. تمام. سيبه ياخد الوقت اللي هو عاوزه. وافضل حاجة تستخدم من على الموقع ده هو الكمبيوتر. تستخدم من على الكمبيوتر او اللابتوب افضل من الموبايل، وتاخد اداء احسن. ليه؟ لان الكمبيوتر يستحمل حاجات زي دي، يستحمل المواقع اللي عايزة رام، يستحمل الحاجات دي كلها. انما التليفون مش هيساعد زي الكمبيوتر. فاهمني؟ فانت على قد ما تقدر، مش موجود اشتغل عادي، ما فيش مشكله، اشتغل من التليفون. انا بقولك لو متوفر الحاجه دي تمام مفيش مشكله. هيبدا يحمل، هياخد طبعا وقت. تمام. آه طب انا دلوقتي اسيبه يحمل براحته، واجيب لكم النتيجه. تمام. في الجزء التاني النتيجه هتبقى في الجزء التاني باذن الله.